ماشي أي مصطلح عطالك الأستاذ خاصك تحفظه وراه غادي يتحط في الامتحان الجهوي أو الوطني. في بعض الأحيان الأستاذ كيعطيك مصطلح وكيقول لك كتبه في الدفتر بغرض الاستئناس، يعني فاش كتكون كتحفظ الدرس تاعك وربما داك المصطلح إلا ما فهمتيش ممكن يعرقل لك فهم الفقرة كاملة. لهذا في بعض الأحيان كنعطيو للتلميذ بعض المصطلحات وكنقولوا للاستئناس فقط، يعني ما غاديش تحفظوا باش توجد الفرض أو الامتحان. المصطلحات اللي خاصنا نحفظوهم هما المصطلحات الواردة في الأطر المرجعية، سواء الأولى بكالوريا علوم أو الثانية بكالوريا أداب أو علوم إنسانية. للأسف صادفت الكثير من التلاميذ في مواقع التواصل الاجتماعي كيسولوني أستاذ شنو هو الإطار المرجعي. الإطار المرجعي هو وثيقة صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المركز الوطني للتقويم والامتحانات، وفيها جميع المجالات المعرفية من مصطلحات ومواضيع اللي كتأثر دروس مادة التاريخ والجغرافية، وخاص أي أستاذ يلتزم بها. وباش ما نخرجش من الموضوع، هذا الإطار المرجعي فيه مجموعة من المصطلحات والمفاهيم والوقائع التاريخية والأعلام اللي خاص التلميذ يضبطها ويستعملها في سياقها التاريخي، وغالبا هاد المصطلحات كيعطوهم لك الأستاذ نهاية كل درس. كمثال النموذج اللي قدمنا اللي هو الإطار المرجعي الامتحان الموحد الجهوي للسنة الأولى سلك البكالوريا شعبة العلوم. كما كتلاحظوا كاين المجال الفرعي الأول اللي هو تاريخ العالم، كتلاحظوا معايا كاين بزاف ديال المصطلحات اللي خاصها تكون عندك ومتمكن منها. نفس الشيء بالنسبة للمجال الفرعي الثاني والمجال الفرعي الثالث والرابع. طبعا حتى الجغرافيا فيها مجالات فرعية كتضم مفاهيم ومصطلحات جغرافية كي خاص تكون عندك ومتمكن منها. للاطلاع على هذه المصطلحات والمفاهيم ممكن ترجع للفيديوهات السابقة حطيت فيها الإطار المرجعي للسنة الأولى والثانية بكالوريا، وتأكد من تواجد هذه المصطلحات مصاحبة للملخصات الدراسية اللي عندك في الدفتر. كان هذا هو موضوعنا اليوم، كنتمنى تعمل فائدة ومتمنياتي بالتوفيق والنجاح للجميع. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.